عنده قال الان في نطاقات وعنده الانسان. اسمح لي في كثير. طيب على كل حال انا ذكرت لك واعطيتك الحل، وجميع الاخوان انا باخذ بس منكم سؤال واحد واؤكد واكرر يعني معكم قلبا وقالبا، ولمن لديه استفسار او لديه سؤال ولم يجد الإجابة أن يأتي المكتب وأرحب به. أخ عبد المنعم لحظة يا أختي. أخ عبد المنعم السلام عليكم. حسين أبو داود. أهلا وسهلا. أول شيء أهني نفسنا بوجودك كمدير مكتب عمل. شايف ما شاء الله عليك. لكن أنا في كلام يعني يمكن ما لك شغل فيه، ولكن لازم ينقال لأنه سمعت بعض الأخوان قالوه. أنا بسأل الله يرحمك يا أمير نايف، أين وزير الداخلية؟ أين وزير العمل؟ ليه ما قابلناهم وجوا يسمعوا الأصوات هذه اللي بتقول مظلومين مظلومين مظلومين؟ القرار اللي طلع من الملك قال 30 يوم بدي 3 شهور. وزارة الداخلية ووزارة العمل والكل يعرف لم تطلع الإجراءات ولا الآليات إلا بعد 6 أسابيع. طيب فكيف هذا يحسب على رجال الاعمال وعلى الوافدين؟ قالوا الان ما طلع ننفذوا، كيف تنفذوه ولسه ما بدا؟ ما اديتونا الوسائل. المهم نقطة أخيرة برضه ما لك شغل فيها، وهي الجوازات. روحوا شوفوا الجوازات في جدة، شيء يكسب، ما يمكن يجهزوا، ما في برنت، ما في كمبيوتر، الجهاز تحت، الماني عارفين واقف، يا هو. ولهذا طيب. نرفع لوزير الداخلية وزير العمل ثم إلى خادم الحرمين الشريفين، نطالب على الأقل 6 شهور عشان الناس تتنفس ويجوا يقابلوا الناس ويشوفوا ايش بيطلبوا ويساعدوهم. وشكرا. أشكرك. باسمكم جميعا نشكر الأخ عبد المنعم الشهري. تمام، هذا اللقاء وشكرا لكم.